النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى كيكه عدس. شايفين شكلها بدون اي اضافه من الدقيق خالص. كيكه صحيه تنفع للدايت. لو عايزين تعرفوا الطريقه تابعوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك صحي وينفع للدايت كمان. هو كيك حادق. هو عباره عن كيك العدس. هنحتاج اول حاجه لكوبايتين من العدس هيكونوا مغسولين، وهنضيف عليهم ميه. وانا جبت الميه اهي، زي ما قلت لكم العدس ده مغسول، وهننقعه في ميه لحد ما نغطيه بالميه، وهنقلبه بمعلقه. خلاص كده بعد ما قلبته وضفت له الميه هسيبه لمده ساعتين منقوع، وارجع لكم تاني. وده شكل العدس بعد ساعتين اهو، نفش والكميه كبرت ولونه فتح. هصفيه وارجع لكم تاني. وده شكل العدس بعد ما صفيناه. لازم نصفيه جامد قوي من الميه، وبعد كده هنحطه في الكبه وهنضربه. هننزله في الكبه. وبعد كده هنضربه كويس قوي، ونشوف الخطوه اللي بعد كده. وهضربه في الكبه كويس قوي، وهستمر في الطحن لحد ما يتفرم خالص. خلاص يا حبايبي، طحنته كويس قوي، وصل معايا بالشكل ده من زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا احط له 2 من البيض. الوصفه دي طعمها خطير جدا. نبتدي نحط البيض، وربع كوبايه زيت زيتون، وهضيف نص معلقه ملح صغيره، وهضيف كمان كوبايه من الزبادي، كوبايه معياريه اللي هي نفس الكوبايات اللي انا عايرت بيها العدس. تقريبا هتاخد كوبايه 2.5 من علبه الزبادي اللي بتتباع بره، اللي هو من المقاس ده من الزبادي، المقاس الصغير 2.5. وهنضيف كمان زعتر، نحط رشة صغيرة. وهضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر. انا هضربهم دلوقتي، لو لقيت القوام سائل معايا ممكن احط معلقة من الكورن فلاور اللي هي النشا. هنضربهم مع بعض كويس. وهضيف معلقة زي ما قلت لكم من الكورن فلاور او النشا اهي، معلقة كبيرة، واضربه تاني وارجع لكم. وده شكلها النهائي بعد ما ضربتها، بيبقى بالشكل ده والقوام ده. هرجع اصبها في البولة تاني وارجع لكم. وهنا بعد ما حطيتها في البولة هضيف عليها معلقة كبيرة من السمسم. هيكون معايا قطعة من الجبنة القريش ههرسها واضيفها عليها. دلوقتي انا هرست الجبنة، هبتدي ان انا احطها على الخليط اللي عندي، وبعد كده ابتدي ان انا اضربهم تاني. ممكن نضيف جبنة بيضة، ممكن نضيف جبنة مثلثات، اي نوع جبنة تفضلوه، بس انا حاطه طبعا جبنة قريش علشان جبنة القريش اصح اكتر. وهنحضر معانا صينية ونضيف لها شوية من الزيت، ونبتدي ان احنا بالفرشة ندهنها، وبعد كده هنغطيها بورق الزبدة. وحطيت لها ورقة الزبدة. لازم نحط ورق الزبدة علشان هي بتلزق في الصينية، فعلشان نعرف نقلبها لازم نحط لها ورقة الزبدة. هنحط بقى الخليط هنا في الصينية وهرجع لكم. صبيتها خلاص، هرجرجها كده واخبطها كام خبطة عشان تتساوى، وبعد كده هرش عليها سمسم وحبة البركة وكمون. هنرش السمسم،
هنجيب حبة البركة كمان نرش عليها، حبة البركة اهي، ونرش الكمون. على فكرة كمان ممكن نحط لها زيتون متقطع جوه مع الجبنة برضو، تدي طعم حلو لو حابين، حسب ما تفضلوا تحطوا. الحاجات دي بتبقى كلها اختياري. خلاص هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهنعملها تقريبا معاملة الكيك برضو، ما نفتحش عليها الا بعد فترة، ونختبرها برضو بخلة او حاجة او شوكة عشان نتأكد انها استوت، وبعد كده نطلعها. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هسيبها تبرد خالص واقطعها علشان ما تتفتفش. وده الشكل النهائي ليها. بنقدمها مع جبنة وحلقات من الزيتون وخيار، وتتقدم كمان مع كوباية من الشاي، وهتبقى احلى فطار. وهنقطعها مع بعض ونشوفها. شايفين اهي شكل الكيك بالظبط، وفي جزء الابيض ده اللي هو الجبنة اللي احنا حاطينها، والطعم لذيذ. ما تتوقعوش انها معمولة من العدس، جربوها ان شاء الله هتعجبكم.